طابت أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، معكم فيها شهاب رأية والمستهل بأهم وأبرز العناوين. دعوة للاستخدام الأمن للموبيلات الحشرية. مساعٍ لضمان خدمات إدارية نشطة في جنوب البحر الأحمر. مشروع كدبعور لمياه الشرب الصالحة يسير بخطى ثابتة. هدنة مصرية طويلة الأمد بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل. مجموعة عمل أمريكية بشأن إيران. ومئات الصحف الأمريكية تتحد في مواجهة ترامب. مرحبا بكم. دعا مسؤول وحدة الوقاية من المواد الكيميائية الزراعية بوزارة الزراعة السيد قلعب هيلة في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء الإريترية إيرنا، دعا المزارعين للاستخدام الآمن للمبيدات الحشرية. وأشار السيد قلعب إلى أن المبيدات الحشرية يستفاد منها في السيطرة والقضاء على الآفات الزراعية، وفي حال استخدام المزارعين لها بشكل جيد فإنها تساعد على مضاعفة الإنتاج، بينما يؤدي عدم الاستخدام السليم إلى حدوث أضرار لا يحمد عقباها. وذكر المزارعين بضرورة التشاور مع الخبراء قبل الإقدام على رش المبيدات ومنح الاهتمام الأكبر لضمان صحة الإنسان والحيوان والبيئة أثناء عملية الرش. وأوصى السيد قلعب المزارعين بضرورة تسليم المعدات والأواني التي استفادوا منها في رش المبيدات الحشرية لأقرب مكتب لفرع وزارة الزراعة، لأن المبيدات تسبب أمراض السرطان والأعصاب، بالإضافة إلى إحداث العديد من المشاكل الصحية في عملية الولادة. كما قال السيد قلعب إن المبيدات الحشرية تتخذ كخيار نهائي، مناشدا المزارعين لحرث أراضيهم وتنظيفها بشكل جيد واستخدام الدورة الزراعية للتغلب على الآفات الزراعية. وفي الختام أوضح مسؤول وحدة الوقاية من الكيميائيات الزراعية بوزارة الزراعة السيد قلعب هيلة، أوضح بضرورة تنظيم دورات وندوات لتعزيز معرفة المزارعين بالاستخدام الجيد للمبيدات الحشرية، داعيا إلى تعزيز العلاقة بين المزارعين والخبراء الزراعيين للحصول على المزيد من الإنجازات بطريقة علمية. أوضح حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي المساعي الجارية لإنجاز أعمال فعالة وتأكيد خدمات إدارية جيدة ونشطة بتعزيز كفاءة المدراء ولجان القرى في كافة المراحل. وفي اللقاء الذي أجراه السفير محمد سعيد منتاي في 14 من أغسطس الجاري مع مسؤولي الأقسام والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة ومدراء المديريات ومسؤولي الاتحادات الوطنية، ذكر بأن إدارات الضواحي هي هيئات إدارية هامة تجري فيها مهمات الجهات الحكومية بكثافة وتلتقي فيها مع المواطنين، داعيا للعمل المنسق مع مدراء الضواحي ولجان القرى لتنفيذ البرامج الموجهة للضواحي والمناطق بفعالية. وأشار حاكم الإقليم السفير محمد سعيد منتاي إلى تنظيم دورات وندوات لمدراء الضواحي ولجان القرى من أجل رفع مستواهم المعرفي وتلقي معلومات كافية فيما يتعلق بالبرامج الجارية في مناطقهم، لأنهم يتحملون مسؤولية كبيرة في إدارة وتسيير البرامج التنموية الموضوعة. من جانبه قال سكرتير الجبهة الشعبية في الإقليم السيد آدم علي إن إدارات الضواحي والقرى التي تدار عبر الانتخابات الشعبية بالإضافة إلى المحاكم الأهلية تلعب دورا هاما في إنجاح البرامج الموجهة للمواطنين، مستشهدا بتجارب النضال التحرري، منوها في الوقت ذاته بأهمية تقويتها باعتبارها أساس متين لإنجاح كافة برامج الإعمار والتنمية الموضوعة. صرح مسؤول فرع الثروة المائية بالإقليم الجنوبي السيد كبروم مسقنة بانتهاء أعمال 90% من مشروع كدبعور لمياه الشرب المشترك في ضاحية كدبعور بمديرية ابن حيلي بالإقليم الجنوبي. وذكر السيد كبروم بأن المشروع يشتمل على طاقة شمسية بقوة 18 كيلووات و8 نقاط وخزان لتوزيع المياه، موضحا بتقديم دورة تأهيلية حول إدارته وكيفية الاستفادة منه. وأشار السيد كبروم مسقنة بأن المشروع الجاري تشييده بالتنسيق بين الحكومة وشركاء التنمية يخدم مناطق عدي شالقي وعدي قابة وعدي قابون وطرقة وعدي حرقوت
وكدوعور ومركز صحي ومدرسة كدوعور الثانوية. من جانبه قال مدير مديرية ابن حيلي السيد أبراهام مكونن إن قلة مياه الشرب الصالحة كانت من أحد أكبر المشاكل التي كانت تواجه ضاحية كدوعور والمناطق المجاورة لها، مشيرا إلى أهمية المشروع الكبيرة في التقليل من تلك المشاكل. وتبعد ضاحية كدوعور حوالي 15 كيلومتر من جهة الجنوب الغربي لبلدة ابن حيلي. قدمت دعوة في الاجتماع الذي عقد لتقييم تنفيذ البرامج الموضوعة وتطوراتها في مديرية لوغو عنسبة بإقليم القاش بركة، وذلك للدفع بالتأطير القوي لإنجاح الأعمال الجارية عبر المبادرات الذاتية الفعالة للمواطنين. وأوضح مدير المديرية السيد أبراهام حاغوس نجاح أنشطة النفير التي ينظمها المواطنون في الضواحي والبلدات والمتمثلة في برامج حفظ المياه والتربة، داعيا مدراء الضواحي والجهات الأخرى للعمل المنسق وتقوية تأطير المواطنين لتحقيق إنجازات فاعلة. وأشار التقرير المقدم في المناسبة إلى صيانة طريق بطول 42 كيلومتر وبناء حواجز مائية عديدة وحرس مزارع أسر الشهداء، كما أوضح بقرص 1500 شتلة في طريق مقركة عدو حسب وبذل مساعي حسيسة لإنجاح مشروع مياه شرب بضاحية ملزناي في وقت وجيز. من جهتهم قدم المشاركون في الاجتماع آراء وتوصيات بناءة من ضمنها الإسراع في تنفيذ عملية توزيع أراضي الملكية واستمرارية الدعم الجاري للأسر المحتاجة واتخاذ خطوات رادعة للحد من ظاهرة القطع الجائر للأشجار. وقعت في 16 من أغسطس الجاري في العاصمة أسمرة اتفاقية مصالحة بين إقليم الأمهرة وحركة القوى الديمقراطية للأمهرة، وبموجب الاتفاق ستنهي حركة القوى الديمقراطية للأمهرة نزاعها مع الحكومة الأثيوبية وتتبع أسلوب النضال السلمي في إثيوبيا. وفي المناسبة قدم القائم بأعمال العلاقات العامة السيد نجوسي طلاهون تصريحا صحفيا ممثلا لإقليم الأمهرة أشار فيه إلى خوض مباحثات طويلة مع مسؤولي الحركة للوصول إلى هذا التفاهم، حيث أوضح بأنهم توصلوا إلى صيغة للعمل من أجل تحقيق مصالح شعب الأمهرة خاصة والشعب الأثيوبي بصفة عامة. كما أشاد السيد نجوسي بدور الحكومة الإريترية البارز في إنجاح المصالحة بين الطرفين. من جانبه قال رئيس حركة القوى الديمقراطية للأمهرة السيد تفري كاساهون إن الحركة كانت تناضل اعتمادا على ذاتها لتحقيق التغييرات الجيوسياسية التي تشهدها أثيوبيا في الوقت الحالي، موضحا استمرارية نضالهم بطرق سلمية لإيجاد الآلية المطلوبة لحل القضايا المتبقية. وأشار وكيل قسم الدوائر بوزارة الخارجية السيد إبراهيم عثمان إلى أن الرغبة الطيبة لحكومة إريتريا أدت إلى إنجاح الاتفاقية. مشاهدونا فاصل ثم الأنباء على الصعيد العالمي. أفادت التقارير بأن السلطات المصرية تضع اللمسات النهائية لبنود هدنة طويلة الأمد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة في الوقت الذي تراجعت فيه حدة التوتر على الحدود مع القطاع. وتوسطت مصر في هدنة مؤقتة سمحت بإدخال البضائع إلى القطاع قبل عيد الأضحى الذي يحل الأسبوع المقبل. ومن شأن التوصل إلى هدنة طويلة الأمد التمهيد لإجراء محادثات بشأن قضايا أخرى بما يشمل تخفيف الحصار الذي قوض اقتصاد القطاع. وصرح قيادي في الفصائل الفلسطينية المشاركة في الحوارات الدائرة في القاهرة منذ عدة أيام قائلا إن أجواء الحوارات إيجابية جدا، والإعلان عن التوصل لاتفاق هدنة شامل بين الفصائل وإسرائيل سيتم قريبا. وكان عزام الأحمد القيادي في حركة فتح قد قال إن الحركة لا تقبل بأي اتفاق تهدئة بين الفلسطينيين وإسرائيل دون مشاركة وفد يمثل منظمة التحرير الفلسطينية بتكليف من الرئيس محمود عباس. أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن تشكيل فريق جديد على مستوى رفيع لتركيز الجهود الأمريكية والدولية في سبيل تعزيز الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية على إيران.
وسيقود فريق مجموعة العمل بشأن إيران استراتيجية الضغوط القصوى التي تتبعها واشنطن لتغيير سلوك طهران، ويشمل ذلك فرض عقوبات محتملة على دول أخرى تقوم بمبادلات تجارية مع إيران. وقال بومبيو في مؤتمر صحفي إن بريان هوك الذي يشغل حاليا منصب مدير دائرة التخطيط السياسي في وزارة الخارجية سيقود مجموعة العمل الخاصة بإيران لتنسيق الإجراءات التي تتخذها وزارة الخارجية الأمريكية تجاه طهران. وتأتي هذه الخطوة مع استعداد الإدارة الأمريكية لتكثيف الضغوط الاقتصادية على إيران لإرغامها على إنهاء برنامجها النووي ودعمها للجماعات المتشددة في الشرق الأوسط. وفي شأن أمريكي آخر، شنت الصحف الصادرة في الولايات المتحدة الأمريكية أمس الخميس هجوما لاذعا على الرئيس دونالد ترامب بسبب انتقاداته المتكررة بحق الصحفيين ووسائل الإعلام المحلية. ووصف 350 صحيفة أمريكية خلال مقالات افتتاحية لكتابها وصف ترامب بأنه خطر على الديمقراطية والصحافة في البلاد. ومنذ وصول ترامب إلى سدة الرئاسة لم يتوقف عن مهاجمة الصحافة والإعلام في أمريكا، وكذلك الصحفيين والمراسلين الذين يتحدثون عنه بطريقة سلبية أو ينتقدونه ويصفهم بالإعلام الكاذب أو المزيف، ويؤكد أن هذا النوع من الإعلام عدو للشعب الأمريكي. وأجمعت تلك الصحف على أن هجمات ترامب المتكررة على الصحفيين ووسائل الإعلام غير مبررة وخطر على الديمقراطية. كما أفادت صحيفة بوسطن جلوب بأن الصحف التي استجابت للدعوة بلغت 350 صحيفة. تغلب عشاق الزهور البلجيكيون على حرارة الصيف اللافحة وفرشوا 500 ألف زهرة في الميدان المركزي في بروكسل في نسخة هذا العام من سجادة الزهور ذات الشهرة العالمية. وفيما تواجه القارة الأوروبية أحد أشد مواسم الصيف سخونة في تاريخها، كان منظمو الحدث المبهج يخشون أن يمنع ارتفاع درجات الحرارة الزهور من التفتح. وتمكن المنظمون من تشكيل السجادة التي بلغت مساحتها 1800 متر مربع في ميدان رينيسانس الشهير، واستوحت الرسوم التي زينوا بها السجادة هذا العام من منطقة جوانخواتو المكسيكية. ويعود تاريخ سجادة الزهور إلى العام 1971، ومنذ ذلك الحين تحتضنها العاصمة البلجيكية كل عامين، حيث تجتذب عشرات الآلاف من الزوار. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة.